تربية الدجاج مشروع بسيط ولكن فيه ذهب. هل فكرت يوما أنك تقدر تبدأ مشروع من حديقة دارك أو حتى سطح بيتك وبأرباح محترمة ومصاريف قليلة؟ الجواب هو تربية الدجاج. كتبان بسيطة ولكن وراها عالم كامل فيه تفاصيل، تحديات وفرص كبيرة للربح. كيف تبدأ مشروع تربية الدجاج؟ أول حاجة خصك تحدد شنو الهدف ديالك. هل باغي تربي دجاج بياض ولا دجاج للتسمين؟ كل نوع عنده طريقة خاصة. الدجاج البياض كيعطيك بيض يومي، يعني دخل مستمر وثابت. ودجاج التسمين تقدر تربيه لمدة 40 حتى 50 يوما وتبيعه بثمن جيد، خصوصا في المواسم. المكان والتجهيزات، ماشي ضروري يكون عندك مزرعة كبيرة، غير كراج، سطح أو حتى فضاء صغير. فالبادية كافي في البداية، ولكن خاص تهتم بالنظافة، التهوية الجيدة، الحماية من البرد والحرارة، والأهم الأمان من الكلاب والقطط أو الأفاعي. زيد عليهم توفير الأكل والماء يوميا، وراك غادي تلاحظوا النمو السريع والنتائج. التغذية والعناية، الدجاج خاص علف متوازن فيه بروتين، فيتامينات ومعادن، ماء نقي يوميا وكثير من الحب. ومن الأحسن دير برنامج تلقيح بسيط باش تحميهم من الأمراض الشائعة بحال نيوكاسل والكوكسيديا. وكلما كانت العناية مزيانة كلما كان الإنتاج أفضل والوفيات أقل. وش فيها الربح؟ بطبيعة الحال تربية 50 دجاجة فقط تقدر تدر عليك ربح شهري محترم، وخاصة إلا كنت كتعرف كيفاش تسوق البيض أو الدجاج في السوق المحلي، أو حتى تبيع مباشرة للجيران والمعارف. وباش تزيد في الربح تقدر تربي سلالات محلية مشهورة بالبيض أو الجودة، ولا تبيع بيض مخصب لهوات التفقيس. تربية الدجاج مشروع سهل، ما كيطلبش رأس مال كبير، ولكن خاصه التزام، نظافة ومعرفة بسيطة، وكل يوم كتعلم شي حاجة جديدة. ومن مشروع صغير تقدر تبني مشروع حياة. شنو رأيك؟ وش سبق ليك جربت تربي الدجاج ولا ناوي تبدأ؟ كتب لينا في التعاليق، وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كيبغيو المشاريع البسيطة.